يعرف زار دول، زار مجتمعات، اختلط مع مجتمعات، اختلط مع فئات أخرى يعني من أبناء المجتمع. لكن يعني في عصرها الذهبي أنت تبغى تقول؟ لا، أنا ما أقول في عصرها الذهبي، أنا أقول الآن نوعية الشعراء اختلفت. للأسوأ ولا للأفضل؟ فيه للأسوأ وفيه للأفضل، يعني فيه إيجابي وفيه سلبي. أصبحت للأفضل يعني والشكل الإيجابي أنه أصبح شعراء عرضة، أو أوجدت الساحة، أنا أقول أوجدت الساحة شعراء عرضة مثقفين، شعراء عرضة محافظين ملتزمين على يعني الاحترام والتقدير لجمهور العرضة. نعم. وهل وصل إلى مكان المنافسة مثلا للفنون الأخرى مثل القلطة وغيرها من الفنون؟ والله يا أخي شو، أنا ما أقارن القلطة بالعرضة. يعني القلطة هذا تراث لقبائل ومناطق، والعرضة أيضا لمناطق كاملة من الباحة إلى نجران إلى، فهذه تراث وهذه تراث، وهذه في الوطن وهذه في الوطن، يعني كلنا يعني الهدف واحد. يعني والدليل الآن جنادرية. يعني ما تقول لك تعالي شعراء القلطة أو شعر ود فقط، أبد منطقة عسير لها قرية، والباحة لها قرية، وجيزان لها قرية، ونجران لها قرية مثل المناطق الأخرى. طيب معلش نوقف شوي عند الجنادرية. لماذا شاعر العرضة ليس له حضور متميز مثل شاعر القلطة؟ لا، هذه ما يتهم الشاعر العرضة. الشاعر العرضة يحضر، لكن الآن في الوقت الحالي يعني أصبحوا شعراء العرضة لا، يعني ما هم متشجعين لحضور الجنادرية. السبب أولا لا يوجد مكافآت مجزية مثل غير شعراء القلطة زي ما قلت. طيب لحظة، ما هي مشاركة وطنية؟ ليش مكافأة؟ يعني على راسي وطنية أوكي، لكن إذا كنت أنا تعطي شاعر القلطة زي أوكي، أنا أحضر له 24 ساعة، والوطن يعني نفداه بأرواحنا، ما هو بحضور جنادرية ولا أمسية شعرية ولا. لكن إذا صار مساواة بين شعراء العرضة وشعراء القلطة وشعراء النظم اللي يحضروا في الأمسيات، فأنا شاعر عرضة وأمثل شعراء العرضة، وشعراء العرضة اللي يحضرون أيضا يرغبون في أن يكون لكم مكانتهم المعنوية، تقديرهم المادي زيهم زي غيرهم من الشعراء. صدقني راح تجد طابور شعراء العرضة كلهم متواجدين وجنادرية. طيب من المسؤول هنا؟ والله يا أخي لا، أنا لا أعلم من المسؤول. يعني الآن إحنا اللي يعرف إنه تنظيم وصول شعراء العرضة والفرق عن طريق جمعيات الثقافة والفنون، تقريبا بتنسيق مع الجهات المسؤولة بالحرس الوطني عن تنظيم فأنا طبعا ما أقدر أتهم شخص لأني ما أعرف. أنا أفاجئ إنه مثلا شاعر العرضة يجي نهاية المشاركة يعطى مبلغ زهيد جدا. كم تقريبا؟ يعني ما يذكر صراحة. طيب في شعراء عرضة يشاركون لهم سنوات من أجل الوطن زي ما قلت. من أجل الوطن. ليش علي بن مسفر ما يشارك من أجل الوطن؟ أنا شاركت 5 مرات في الجنادرية. وش اللي خلاك ما تواصل المشاركة؟ والله أصبحت الآن يعني مشاركة على مقتصرة على فرقة واحدة تقريبا. يعني في شعراء الآن أصبحوا رسميين مع الفرق ويشاركوا معهم. يعني الشعراء اللي قد شاركوا خلاص أخذوا، يعني لو قد أشارك أنا كل سنة ولا أشارك واحد من الشعراء كل سنة ما صار في مجال. طيب شمران ما لهم فرقة رسمية؟ نعم. لا إلى الآن لا. عندك الحلم هذا انك تكونها انت؟ والله يا اخي انك شاعر شمران. يعني اصلا تكوين الفرقة ما هو الشيء الصعب، لكن الالتزام مع الفرقة هو الصعب. التزامك انت؟ التزامي انا والتزامهم، يعني اكثر اللي يعملوه بالله واللي يكونون الفرقة تلقاهم موظفين ومعلمين فطبعا الان اصبح اكثر تواجدها في منطقة عسير، في الخميس، في ابها، بحكم انه اماكن الاعمال متواجدين هناك. لكن لما تكون في قرى مجال الأعمال ما في إلا يمكن المعلمين أو الناس. بالنسبة لعلي بن مسفر الشمراني الشاعر الوحيد البارز في شمران، والسبب ما هو السبب؟ والله يا أخي شوف، أولا شمران هي قبيلة غنية بالشعراء، وكان يعني أكثر، وهذا شيء يعني أنا أفتخر بأنه كان أكثر الشعراء المتواجدين على الساحة من قبيلة شمران، سواء من بادية أو من حاضرة أو من سراء. لكن الآن تجد ظروف الحياة هي اللي يعني تغير. فيهم من مات رحمة الله عليه قدامى خصوصا، وفيهم من ترك المجال لظروف أي كان صحية أو غير صحية. يعني في شعراء موجودين. لماذا لم يبرز إلا علي بن مسفر الشمراني في شمران؟ عن بارز إعلاميا. والله يا أخي ما أدري، يعني ممكن العيب في الشعراء أنفسهم. نعم.
وممكن في أنا إنه يعني له صداقات علي بن مسفر في الصحافة؟ لا، ما هو من خلال الصحافة؟ لا أنا ما عندي هذا الكلام. محمد بن حمدان المالكي ما هو صديق لعلي بن مسفر يخدمه في الصحافة؟ لا، هذا مجالك أنت أنك تخدم الشعراء المحببين إلى قلبك، لكن أنا ما عندي قلم إني أكتب شعراء شمران. هو الشاعر ما يبرز إلا بأداءه طبعا. نعم. ما هو يعني بالإعلام، أو صح الإعلام يأتي في مرحلة من مراحل حياة الشاعر إنه يكون مطلب طبعا، لكنه إذا ما قدم شيء فالإعلام ما يتجه. طيب، في كذلك مقولة تقول أن علي بن مسفر يمارس الوصاية على شعراء شمران لذلك لم يبرز منهم أحد. والله يا أخي هذه تهمة. صحيح؟ لا، أولا قبيلتي أنا أعتز فيها، سواء شعراءها أو مشايخها أو أعيانها أو جميع أفراد القبيلة، وأنا أشكرهم يعني على يعني أنا أقول يعني الاهتمام بوضع علي بن مسفر في مكانه الصحيح. لكن وصاية على شعراء شمران يعني يلا الواحد يكون وصي على أولاده ويقدر طيب، شاعر شمران تتوقع أنه مكانه الصحيح مكان علي بن مسفر؟ ما أنصب نفسي. أنت تقول قبل شوي أنه مكانه الصحيح. أنا أقول هم يضعوني في مكان صحيح، أنا ما أضع نفسي. أنا شاعرهم وخادمهم، وأنا يعني شاعر الوطن قبل أن أكون شاعر القبيلة. فيعني الآن هدف القبيلة أو هدف الشاعر وهدف بأنه الوصول إلى قمة الوطنية في المشاركات في التراث، ونحمد الله سبحانه وتعالى. يعني الشعر العرضة بالذات يعني الشاعر يبدأ من أول قصيدته بالولاء والانتماء لوطنه والبلده وحكومته، هذه يعني من الأشياء اللي أنا أفتخر فيها. نعم.